علي هذا الإنكار. قال لي منين تأخذ دينكم؟ نحن إما نأخذه من المنامات وإما بنأخذه من السرداب نحن معروف ديننا لا يتنازع فينا من مشارق الأرض ومغرب، ولذلك أهل السنة متفقون على. أنا أقول لك دين أجيب. نعم. أولا نأخذ ديننا من كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اثنين، نأخذ ديننا من الذين نزل عليهم الوحي ثبت ذلك وهم الصحابة رضوان الله عليهم بما فيهم آل البيت بنص القرآن الكريم، ثم ما ثبت بالسنة، لأن الذين نقلوا هذا القرآن وحفظه الله على ألسنتهم وفي صدورهم هم الذين نقلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوها. فإما أن تكذبوهم في الأمرين وإما أن تصدقوهم في الأمرين. وفي مثل حلو بالشام حلو كثير بيقول كذاب وصادق ما بيجتمعوا. شو بيقولوا عنك المصر؟ ملاحظة ظريفة شيخنا. أيوة. بيقولوا يعني بيقولوا شيخ عدنان يقصد إن أنتم رفضتم السنة لأنها عن الصحابة، فلماذا قبلتم القرآن أيضا وهو عن نفس المصدر؟ تقصد هذا؟ اي نعم، لكني لا أخرج على الموضوع. معنا سماحة الشيخ، معنا حضرتك، معنا سماحة الشيخ يحضر السؤال. نعم. ويسأل سماحة الشيخ. الإيميل. ثم أنا أطالب لا أحتاج لطف معي. للسؤال. أنا أطالب، ممكن أنا كمسلم أحصل على نسخة منه قبل الطبعة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. طب ناخذ تبع عندك هي؟ والله لا أبدا. الممكن. لا تحابي أنت. أنا أقصد، لكن ما تنفع أول مرة. ما تنفعك يا شيخ عدنان، ما تنفعك أنت. ليه؟ ما تنفعك أنت. أساسا إن الذي هو فعلا الآن يقول بحجية أنت الآن منكر عليه، فكيف تقبل به؟ أنا أقول ما يلي. كيف يا تقبل أهل به؟ السنة، يا حكام السنة، هل ثبت؟ يا حكام مصر، يا حكام الشام، يا حكام المملكة، يا حكام المسلمين، بالاسم لا ما بيساعدني. إذا خرج هذا المصحف فيجب عليكم أن تكفروا كل من يطبعه وكل من يشتري، بل أكثر من هذا، ويجب قتل وتكفير كل من يبث الآن إبطال لدين الله. أنت تقول بعدم القتل. معنا على الهاتف. أيها الأخوة، الآن شيخ عدنان يحرض الناس على قتل. شيخ صادق معنا على الهواء مباشرة على الهاتف. على القتل. معنا سماحة الشيخ علي الهاشمي. معنا سماحة الشيخ علي الهاشمي من علماء البحرين. نرحب بك سماحة الشيخ علي. اهلا وسهلا سعادة محمد. اهلا بحضرتك. الشيخ صادق المحمدي من النجف الاشرف من العراق، اخواننا في العراق، قال ان هناك مصحف سيطبع قريبا لامامه المهدي احمد الحسن، رايك بهذا الطرح؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع الصوت قليلا سيد حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل على محمد وعلى ال محمد الطيبين الطاهرين. اما بعد، بالنسبه يعني القران الذي سالتني عنه أستاذ محمد، أنا لا علم لي في ذلك وللتوي. الصوت ضعيف. الصوت يعني نرفع الصوت قليلا معلش. تسمع صوتي الآن أستاذ محمد؟ تفضل. نسمعك تفضل. نعم، بعد الصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة عن القرآن الذي سألتني عنه الآن، الذي تفضل به فضيلة الشيخ الصادق المحمدي، أنا لا علم به للتوي علمت به للعلم. نعم. طيب نبدأ بما انتهينا به بالأمس. سماحة الشيخ علي تفضل. لكن معلش، أنا صدقني أيها الدكتور المكرم والفاضل إني اشتقت لك، والله لا أكذب، والله لا أكذب، والله لا أكذب، لما رأيت من حسن خلقك وأدبك الجم وجوابك الطيب، وإن كنا نسعى إلى جواب أفضل. لكن بدي أسألك سؤال دون إحراج. ماذا سيكون موقفك بعد شهر شهرين تطبع هذا المصحف وينشر بين المسلمين؟ بالله عليك قل كلمة الحق، لأن الله الآن يسمعنا ويرانا وسيحاسبنا عن كل كلمة ننطقها. ما هو موقفك أنت، وأنت إذا كنت تمثل الحوزات، ما هو موقف الحوزات من هذه، لا أريد أن أقول جريمة ولا أريد أن أخطب جمعة، من مصحف جديد ينتشر بين المسلمين وإذا فيه ما فيه نص؟ ليس جديدا، هو حاله حال المصاحف، حال القراءات. شيخنا في هذه المسألة لا على الأقل جديد على الناس شيخ صادق، على الأقل جديد على الناس. يعني تفضل شيخ علي تفضل. أنا يعجبني الأديب المخالف أكثر من الصاحب الموافق سيء الخلق. تفضل. فتفضل بارك الله فيك. وبارك الله فيك فضيلة الشيخ، أولا أحييك ولا أنسى تحياتي الشيخ الضيف.
لديكم في الاستديو. أولا بالنسبة سألتني ما رأيي في القرآن الذي قد يصدر في الآونة أو الأيام القريبة القادمة. أنا لم أقرأه لكي أعرف ما محتواه، يؤسفني بأنني لم أقرأه في ذلك، لذلك لا أستطيع إجابة أي شيء عن هذا القرآن لأنني لم أطلع عليه للأسف. جميل. إذا طلع هذا المصحف الشريف لا الوضيع عفوا، إذا طلع هذا المصحف لأنه لا يسمى مصحف يعني شريف إلا هذا، إذا خرج هذا المصحف أنت ستطلع عليه، كيف ستعرف؟ أرجوك وأنت على هذا المستوى من الفهم والإدراك والأدب والخلق والثقافة والعلم، كيف علمني إلي؟ يعني أنت تحب الخير لي وللأمة، كيف ستعرف أنه صحيح أو غير صحيح؟ طبعا خالف ما بين أيدينا وإن لم يأتي بحجة بأن ذلك القرآن هو القرآن من المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك سيكون غير صحيح بتاتا. فنحن نعمل الآن بالقرآن الذي بين أيدينا إلى أن يأتي المهدي ويظهر لنا بأنه بالحجة هو الإمام المنتظر في ذلك حتى نصدقه في ذلك. هل مثل هذا السؤال مثل هذا الجواب أيها المكرم، هل مثل هذا الجواب طيب سأضبط محكم يعني؟ لا هل مثل هذا الجواب الآن انتفع به عموم الناس من سنة وشيعة؟ يعني الآن أنا أسألك أنت كيف ستعرف؟ كنت سأتثبت أنه خرج من المهدي أو لا؟ الجماعة ما شاء الله جاءوا من العراق وجاءوا من طرف المهدي ولا ندري، كانوا لو كانوا شجعانا ولو كانوا على حق لأتونا بالنسخة الآن وتصفحناها وعرضناها على المسلمين قبل أن تطبع هنا أو هناك. فنرجع الآن، نحن نريد الآن احتمال يطلع مصحف صحيح يلغي هذا المصحف، واحتمال يطلع مصحف باطل. كيف الآن أن تنصح إخوانك الشيعة وتنصح السنة؟ نتفق اليوم على نصيحة، هذا أهم من موت ابني، والله العظيم إني ابني مريض في المستشفى اليوم كان ولا أبالي به، ولو مات الليلة لا أبالي به، أقسم بالله أمام كتاب الله عز وجل، أمام كتاب الله ابني ولا غير كل أهلي. الآن أمر هام، نريد أن نقدم نحن الثلاثة، أنتم من الطرف الشيعي وأنا من الطرف السني، أريد أن نقدم نصيحة للناس. كيف سنعرف هذا المصحف؟ سينتشر وطبيعي في هناك محسنون جالسين بالأقبية حيطبعوا بلاش ينشروا بين المسلمين. الآن انتشر، أنتم كشيعة وأنت تمثل الحوزات، أعطيني قاعدة، هذا ديني، قواعد الرفض والقبول. أيوة، كيف ستقبل؟ كيف سترفض؟ أما تقول لي أنا أتثبت، كيف حتتثبت؟ هاي الجماعة عندك، أجبني ثم تثبت. الله يجعلنا وإياكم من المتثبتين الثابتين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وأنا أقدر فيكم أيضا إثارة العواطف التي فيكم للدفاع عن كتاب الله، ونحن أيضا ندافع عن كتاب الله، نحن لم نعطل هذا القرآن. وسألتني كيف نتثبت. نعم، أن خرج المهدي صلوات الله وسلامه عليه مهدينا نحن، وتثبتنا باليقين والقطع بأنه المهدي، إذ أنه ليس أخبرتكم بيوم أمس سوف يأتي مؤزرا من السماوات قبل الأرض، وسوف يأتي بالحجة والدليل، وإن أظهر ما يخالف هذا القرآن وثبت لدينا بأنه مهدينا سوف نتبعه. إن خرج وقال هذا هو القرآن الذي كنتم تقرؤونه منذ 1400 سنة، هذا هو لا زيادة فيه ولا نقصان، أيضا اتبعناه في ذلك. أنا الآن لم أطلع على القرآن. يعني القاعدة الأولى ما هي حبيبنا؟ خروج المهدي. القاعدة الأولى خروج المهدي. القاعدة الثانية أن يقول هذا هو المصحف، صحيح؟ نعم. طيب الآن قلتم أنتم في حلقة سابقة بارك الله فيكم أن هذا المهدي دجال، هو قال أم غيره؟ نعم هو أنت قلت. نعم قلت هذا مهديهم دجال، فلماذا بارك الله فيك لا تحكم سلفا على أن المصحف من دجال، وما كان من دجال فهو مدجل مدجل إيه ما عرفت باللغة إيه. تفضل. نعم. ما دام تعرف أنت الباطل نعم. لا يخرج من باطلا. نعم فضيلة الشيخ. الشجرة الخبيثة لا تخرج، الشجرة الطيبة لا تخرج إلا خبيثا. أحسنتم فضيلة الشيخ. فبجوابي أنا أنكرت سلفا هذا الإمام، وأنا أعيد إنكاري لهذا الإمام.
أخبرتك بأنه لا يمثلنا نحن، قد يمثل طائفة معينة ومتبعون له، ولكن لا يمثلنا نحن، والغالبية العظمى وبقية المراجع لم يفتوا بهذا بأنه إماما، ولم نتثبت أنه إماما، فإنه لا يمثلنا، فليس إمامنا في هذا، ومن أخرجه هو كتابا فذلك لنفسه، لا يمثلنا نحن قاطبة الشيعة لذلك. إذا ممكن الآن أنا فهمت منك، وما زال أنا أشكو من الصوت وأنا أتدخل فيما لا يعنيني في شؤون الفنية، لكن ما زال ترى يا أخواننا الضعيف جدا عندنا الصوت. نرجع لنقول إذا أنت كنصيحة لمن يسمعك من الشيعة إن أي مصحف يخرج من جبهة هؤلاء فيبدو أنا كأنك قلت إنه هذا باطل، صحيح هذا فهمي؟ بالتأكيد هو باطل. الحمد لله. طيب ممكن ترد عليه؟ تفضل. أولا شيخنا أصحح المعلومة لك، أخذت المعلومة ووسعت بها، ذهبت بعيدا في التوسعة. قلت لك هذه القراءة هي حالها حال القراءات، والقرآن الذي عند أهل البيت يعتبر قراءة من القراءات. هو كتب في زمن أمير المؤمنين، كتبه بيده وتناقل هذا الكتاب عند الأئمة، ونحن هذا منهجنا، هذا منهجنا الذي نقر به على أن الأرض لا تخلو من حجة إلى زماننا هذا، فهو محفوظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم، هذا هو الحفظ الذي نحن نقول به. وإن شاء الله إن ثبت على العالمين حجية الإمام المهدي سوف يثبت هذا القرآن عليهم بعد ثبات حجيته، وكل المسلمون مكلفون بنصرة الإمام المهدي واتباعه، باعتبار أنه بشارة من النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأنه واجب الاتباع والنصرة والبيع له. وأنا أعاهدك، وأرجو يكون الأمن معي بيسجل، أنا أعاهدك أني سأكون أول المبايعين لهذا المهدي. شوف والله لا أخاف إلا لو ما تلامي بالله. وإذا كسبت عدنان صدقني كسبت ملايين. ما يأخذ هذا، ما يأخذ الاعتقاد، لا يأخذ تقليدا شيخ. أي صح، لكن أنا عندي تريد الاعتقاد. لا لحظة. مسألة حتى أن هذا الدين لا يقبل من الناس الآن. إذا هناك الآن نسخة عند المهدي موجودة الآن. النسخة نعم موجودة، خلص بس واحدة. بل هو الله يقول خلص الله يقول شيخنا، الله يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أيوة آيات هذه واضحة أنه عند المهدي، خلص سلمنا فيها، ما حد بيجادل فيها. شيخنا هذه لا تحتاج ما في وحدة من عجوز الجزيرة ولا من الشرقية ولا من بلد وصعيد إلا فهمت من هذه الآية في صدور الذين أوتوا العلم يعني عند المهدي، واضحة جلية. سؤالي الآن هو أنت لقيت المهدي؟ نعم. أطلعك على النسخة؟ أي نسخة؟ نسخة القرآن. هذه الآيات الآن الآيات شيخنا، الآيات التي وقع فيها الخلاف. أنت لقيت الإمام المهدي يعني يا شيخنا. سؤال الشيخ يا شيخ صادق بعد إذنك. سؤال الشيخ، لقيت الإمام المهدي؟ قلت لقيته. نعم. طيب أطلعك على القرآن الجديد وبتعمل به الآن بعد إذن حضرتك؟ سلام عليك. ولا أنت دلوقتي داخل في الضلال معانا؟ ليس ضلالا، هذا ليس ضلالا أستاذ محمد، هذا ليس ضلالا. تقصد هذه قراءات خلاف ذلك عشان بس أؤكد الرواية عشان هو بيجيب. شيخنا اسمح لي يا شيخنا أرجوك تسمح لي الآن، أرجوك شيخنا سأسمح لك، أرجوك تسمح لي سأسمح. لكن لحظة، سمحنا لك، قرأت رواية شيخنا، سمحنا لك، لم تسمح لي. أرجوك دعني سأسمح لك. لا خلي أكمل وبعد ذلك والله سأسمح لك. ما يصح، لكن هذا سمحنا لك، لا يجوز شيخ، هذه ليست مناظرة. صح مهاترة. سمحنا لك تعمل دعاية للمهدي بحياتك ما توصلها، لكن نحن سؤالنا الآن، سمحنا لك دعاية للمهدي دي ملايين. شيخنا سؤالي الآن، سؤالي نعم، إن أول شيء بلغوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته القرآن، صحيح؟ نعم. جميل. أول شيء يجب على المهدي باعتبار الرسول صلى الله عليه وسلم مهدي، لحظة، باعتبار الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، نعم، ومهديكم معصوم، وهو سيد مو متبعين، هو يوحى إليه، يجب عليه أول ما يبلغ القرآن، صحيح؟ أكيد. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل